وصل متوسط مكسب أسهمي ل5.17%، وده بعد ما وصل مكسب نساء بنك التجاري الدولي ل8.5%، واللي نزل في جلسة النهاردة حوالي 6%، ووصل مكسب نساء من انترناشونال بيزنس ل2.5%، وده بعد ما نزل النهاردة حوالي 1.5%. أما وصل خسارة النساء منفس للأدوية ل1.2%، وده بعد ما وصل النهاردة ل0%. لكن مش هطلع من السهم ده لأنه لسه ما وصلش للكفر في سعر أنا محدد. أما بالنسبة لسهم إبراهيم القبضة عمل معايا 0%، كده بعد ما نزل النهاردة حوالي 1%، لكن مش هطلع منه لأنه لسه ما وصلش للكفر في سعر أنا محدد. أما بالنسبة لسهم الراية وصل مكسب فيه 15 بعد ما نزل النهاردة ل4%. أما بالنسبة لسهم فيرت وصل مكسبي فيه ل14%، وده بعد ما زاد النهارده حوالي 64%. سهم وادي كومومبو وصل مكسبي فيه ل12.4%، وده بعد ما زاد النهارده حوالي 6%. أسعار الأسهم بتاعتي هتوصل للأهداف اللي أنا محددها عليها ولا هتضرب كف الخسارة؟